الواد اللي في الفيديو ده اللي راكن على العربية ده حرامي. الواد ده عينه من الموتوسيكل ده، سرق الموتوسيكل اللي واقف ده. قلنا يا جماعة بتبقى غلطة صاحب الموتوسيكل ان هو مش قافل الموتوسيكل بالمسوجر او قافله بجنزير او اي حاجة. الواد ده واقف شوية كده، الموتوسيكل مفيش حس ولا خبر، ولا حد رايح ولا حد جاي، شارع زي ما شايفين مفيش ناس كتير رايحين جايين، حتة زي ما تقول مقطوعة كده شوية. الولد بيبص على الموتوسيكل، لقى عربية جاية فمشي. طبيعي جدا، عامل نفسه ان عادي واحد واقف في الشارع بيته هنا او اي حاجة، في واحد ماشي فهو مشي شوية كده بيأمن. لو كان ده صاحب الموتوسيكل خلاص هو بعيد، راجع بحجة انه بيتكلم في التليفون. رجع مرة تانية ووقف جنب الموتوسيكل. هو خلاص يعني هنا نية سرقة الموتوسيكل ده، خلاص حط عينه على الموتوسيكل ده وحس ان مفيش ناس كتير والدنيا هادية كده وريلاكس. وارد جدا ان هو يعني طبعا اللي طمنه او اللي اداله احساس ان يعني الموتوسيكل ده سهل سرقته انه ما لقاش قفل ولا جنزير. قلنا حتة مسوجر الجدون مش اكيد، هو الولا كده داخل على الموتوسيكل هيتأكد ان الجدون بيروح يمين وشمال، يبقى كده مش مسوجر، الموتوسيكل ده مش مسوجر. خلاص انت كده اديته امل يسرق الموتوسيكل ده. خلاص الموتوسيكل مش مسوجر. هيعمل ان هو بفك ميه، حجة كل واحد اليومين دول ويقف جنب الموتوسيكل ويعمل ان هو بفك ميه. انا بفك ميه، مش هتقول لي يعني تفك ليه. خلاص طلع بالموتوسيكل هيرجع بيه. بس مفيش كلام تاني. صاحب الموتوسيكل هنا يعني هو انت بتقول له اسرق الموتوسيكل ده، خد الموتوسيكل انا سايبه لك مفتوح فوق السرين. الولد بكل هدوء واخد الموتوسيكل وماشي. خلصت خلاص يا باشا، انتهى الموضوع، انتهى الكلام. انت فين انت يعني كصاحب موتوسيكل؟ انت ازاي سايب موتوسيكلك بالمنظر اللي انت شايفه ده؟ يعني سايب موتوسيكلك مش مقفول، سايب موتوسيكل انت ده بينده للحرامي بيقول له اسرقني. ما انت معلش يعني مش فاهم انا، يعني انت راكب موتوسيكل في منطقه زي دي كده مطمن يعني العمليه الدنيا مية مية كده خلاص. قلنا يا جماعه الحرامي بص لقى جنزير، خلاص مش هسرق الموتوسيكل ده. امن نفسك يا جماعه، في واير كده بيتشاري كده، اقفل جنزير حطه اقفل بيه الموتوسيكل وامن نفسك قدر الامكان. الناس عندها اعتقاد ان يعني خلاص انا ركبت كاميرات مراقبه خلاص شكرا انا كده ما حدش يقدر يسرقني، الحرامي هيمشي. لا يا باشا، عندك كاميرات والحرامي برضو بجح وبيسرقك. هنا برضو دور الكاميرا يعني لو جودة اعلى كنا ممكن عملنا زوم وجبنا تفاصيل وشه وكنا قدرنا نتعرف على الواد ده، لكن ما حدش تعرف عليه. وفي الغالب بقى بتنشر الفيديو على الفيسبوك ويا جماعة الحقونا انا اتسرقت واللي يعرف يبلغني. منتظر بقى ان الناس تقول لك ده فلان الفلاني وتروح له البيت وتخبط على بيته تقول له انت سرقتني. في يا جماعة توقعات يعني غريبة كده عند بعض الناس، مفاهيم غريبة عن كاميرات المراقبة. كاميرا المراقبة هي دليل، أمن نفسك قدر الإمكان. يعني معنى إن في كاميرات مراقبة وارد جدا الحرامي ممكن يسرق الدي في ار وبتحصل، مش مقياس يعني. أمن نفسك، ركبت كاميرات برضه وفي نفس الوقت اقفل كويسة، عامل بوابات، قافل بحديد، شبابيك حديد، مأمن. طالما أنا عايش في منطقة زراعية، في سكة أراضي زراعية، محدش لو قلت الحقوني محدش هيلحقني. دي كانت برضو يعني أغرب الجرائم. بس أنا بلوم هنا في صاحب الموتوسيكل. بلومك ليه؟ أنت سايب الموتوسيكل مفتوح فري ايزي، اسحب الموتوسيكل وامشي، ما عادي مفيش أي حاجة. واو، دي كانت النتيجة، محدش قدر يتعرف عليه. مسافة بعيدة على الكاميرا ويعني جودة مش مستحيل مستحيل مستحيل. بتكلم في كاميرا كده جودة يعني فوق ال5 ميجا بكسل. أشكركم على حسن المتابعة. لو عجبك الفيديو متنساش الشير واللايك وتابعوني على قناة حياتنا اليوم.